لا يا جماعه، ما هو كده بقى في حاجه غريبه، في حاجه مش طبيعيه. لما تحس ان معظم الناس ما بقوش قادرين يتكلموا، ما بقوش عاوزين اصلا يتكلموا. لما نوصل لمرحله ان ما بقاش في حد عاوز ياخد قرار علشان يعمل اي حاجه. لا كمان، ما بقاش في حد عاوز يعمل اي رد فعل على اي حاجه. بقت اسهل حاجه نعمل بيها بعض هي اللامبالاه والتجاهل وكل الكلام اللي ملوش لازمه ده. ما بقاش في حد بيلوم حد، ولا حد بيعاتب حد، ولا حد بيقدر حد. معقوله ما بقتش فارقه مع حد خالص كده؟ كلنا بقينا جامدين وكل واحد شايف نفسه بس. ايه يا جماعه، ما عادش تقدير؟ حبايبنا ما بقوش فارقين معانا للدرجه دي؟ لحد لما تقول لحد سلام عليكم ولا صباح الخير يعمل لك كده. اللي هو ايه ده؟ ده مش رد فعل، ده رد تلقائي. حتى الرد التلقائي ما بقيناش قادرين عليه. حتى الاطفال اللي لسه ما بداوش يعيشوا بقت امنيتهم في الحياه حاجتين: كرسي وشاشه. معقوله؟ ايه الانهزاميه دي وايه السلبيه دي؟ وصلنا للمرحله دي ازاي؟ ده خذلان ده، ولا يأس، ولا فقدان امل، ولا الجو حر، ولا حد لعب في الاعدادات، ولا ايه يا جماعه؟ فهمونا الله يكرمكم. انا ملاحظ الموضوع ده من زمان لكن مش حابب اتكلم فيه، وبقول يمكن انت الوحيد اللي شايف كده والدنيا تمام. فارجوكم شاركونا ارائكم علشان نعرف هل فعلا ده الشائع، ولا هي الدنيا تمام واحنا بس اللي بنقول كده. وانا هنا مش بتكلم عن الشغف خالص، الشغف ده مرحله تانية خالص. انا بتكلم على المرحله العاديه، مرحله الانسان العادي، انه يعيش ويتعايش. ازاي ما بقيناش قادرين نعيش ونتعايش مع بعض؟ ما هو مش معقوله لا الناجح بقى عاجب حد، ولا الفاشل بقى بيلام في اللي بيعمله. لا اللي بيعمل اللي يقدر عليه متقدر، ولا اللي مقصر بقى ساكت ومؤدب. بل بالعكس، بقى بجح، بقى في كميه بجاحه رهيبه موجوده. انا بجد مش عارف في ايه، ومهما كان الايه اللي موجود ده، فارجو كل شاب يشوف الفيديو ده ارجوك اتحرك، قوم اعمل حاجه، اكتسب مهاره جديده، اتعلم حاجه. بلاش تركن للجو العام، لان الجو العام ده بيتلخص في كلمتين: محلك سر. والله العظيم لو جيت في المستقبل بكل اعذار الدنيا ما حد هيعذرك. والمفاجاه انك انت نفسك مش هتعذر نفسك لو قصرت دلوقتي. فارجوك قوم اعمل حاجه وانجو بنفسك، علشان لو فعلا عاوز تساعد حد بعد كده تقدر. غير كده فالعك ده هيبهدلنا كلنا. احنا لو فعلا وصلنا للمرحله دي فاحنا كده انهزمنا ذاتيا. لا حاربنا حرب نقف بيها قدام ربنا ولا اي حاجه. احنا كل اللي حصل مننا فينا، احنا اللي بقينا بنمتص كل حاجه سلبيه، ما بقيناش عاوزين نعمل حاجه. فارجوكوا قوموا اعملوا حاجه واتحركوا. ما تسيبوش نفسكوا كده، حياتك بين ايديك انت، ولو قصرت دلوقتي مفيش حد هيجي يطبطب عليك في المستقبل. سلام.